لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل عن يعني حكم الشرع، يعني في واحدة اتجوزت أهلها يعني غصبوها على الجواز وكده. اه وبعدين هي مش كانت عايزة اللي هي اتجوزته ده، وصرحته قبل ما تتجوز إن هي مش عايزاه. نعم. فهو قال لها أنا هتجوزك غصب عنك وكده. مم. المهم هي لما اتجوزت وكده هي كانت تعرف واحد تاني قبل ما تتجوز، مم. فهي غلطت معاه بعد الجواز. في ايه؟ غلطت يعني مع اللي هي كانت تعرفه ده، قابلته وغلطوا مع بعض بعد نعم، الجواز. ده السؤال. ها فهي طيب، حكمها ايه وتكفر عن حاضر، اللي هي عملته أجيب ده إن شاء ازاي؟ الله، أجيب. نظرا لأهمية هذا السؤال فإني أجيب عليه بسرعة. أقول: الجهل شمل الأخت وشمل الأسرة والعياذ بالله جل وعلا، بمعنى أن الأخت وقعت في عشق شاب وهي لم تكن على الإطلاق مخطوبة له ولم تكن على الإطلاق معقودة عليه. بمعنى يا جماعة، قلت العشق يختلف عن الحب. حب الرجل لزوجته هذا شيء، أما العشق بمعنى أن امرأة تعشق آخر وليس لها بزوج، أو ولد يعشق بنت هي ليست له بزوجة، هذه مصيبة. ولذلك أنصح بقراءة كتاب الداء والدواء بتحقيقنا للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله لعلاج هذه الظاهرة، وما رب هذه الظاهرة وما نماها إلا الفضائيات والعياذ برب البريات. أيضا ما يراه الشباب في المسلسلات وفي الإباحيات وفي المسرحيات هو الذي شجع على ذلك وجعل الأمر وكأنه ظاهرة وكأنه الصواب وكأن ما نحن عليه هو الباطل والعياذ بالله. ثانيا، البيت هذا لو كان بيتا إسلاميا يقوم على المتابعة وعلى التربية على المنهج ما حدث فيه الخلل ولا حدث فيه هذا الشرخ على الإطلاق. المهم أن البنت أخطأت. ثانيا، أن أهلها أجهل منها، بمعنى أنهم زوجوها رغما عنها، وهذا مما لا يجوز. والحديث صحيح في المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله وأنتم تحفظون الحديث، ولذلك سأكتفي بذكر من متنه. وأبلغت النبي أن أباه يريد أن يزوجها ابن عمها رغما عنها، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تعلم النساء درسا رغم أنها تزوجته، لكنها أرادت أن تعلم النساء درسا على أن المرأة لا تكره ولا يفرض عليها الأمر فرضا على الإطلاق. ثانيا، أنها لما صارحت هذا كان ديوثا، بمعنى أنه لا يغار على الإطلاق وأنه ما تأثر بهذه الأمور، ولذلك جاءت النتيجة المرة، ألا وهي أنها عادت إلى المجرم الأول ثم نفث فيها سمه وأودع السم في أحشائها والعياذ بالله، فصارت زانية وصارت زانية، صارت زانية وصارت زانية. ولو كان هناك شرع مطبق لرجمت حتى الموت، وهو لو كان محصنا لرجم حتى الموت. أما وأنه ليس هناك شرع فوجب على الأخت أن تستر نفسها وألا تتكلم بذلك مع أحد على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهر. قيل: من المجاهر يا رسول الله؟ قال: الذي يستره الله ليلا ويفضح نفسه فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، يرفع ستر الله عنه، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الباب وكلها صحيح. من أجل ذلك أقول: على الأخت أن تستر على نفسها وألا تتكلم بهذا الأمر على الإطلاق، وأن تتوب إلى الله جل وعلا توبة لا عودة بعدها لهذا الذنب أبدا، وأن تستشعر مرارة الذنب، وأن تعلم أنها اقترفت أخطر جريمة بعد الشرك بالله جل وعلا وقتل النفس.